السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكتي مع هبة درين. النهاردة هنعمل بقى مع بعض خضار. هو الصيف طول وطبعا عايزين ناكل خضار، وخضار حلاوته في الشتاء ان شاء الله. في الشتاء ونعمل لكم حاجات جميلة قوي. بس كده ايه، ملنا كده شوية ان احنا نعمل شوية بسلة بالجزر. إيه، انا اللي مفرزاها. بفرزها عادي جدا، انا افصصها واغسلها واكيسها. تمام، انا الشيف. والجزر نفس الوضع، بغسله كويس وبقطعه مكعبات صغنطوطه كده واخزنه. ما بعملش اي حاجه ولا بسلق اي حاجه، بخزن كل حاجه فريش زي ما هي. وعندي هنا بصلايه مفرومه مع فصين توم. والله العظيم فصين توم بيبقى جميله جدا جدا. الناس اللي ما جربتش التوم مع الخضار جربوه مش هتندموا. اكيد مش هقول لكم على حاجه وحشه، احنا بناكلها. وعندي هنا صلصه طماطم متفرزه برضو. وعندي البيوريت طماطم، وعندي شويه زيت مش هكتر علشان انا اعملها باللحمه. اللحمه شايفين الشوربه رايقه جدا جدا، سلقاها كويس على النار، او سوري الحله على النار. هنزل بشويه زيت صغيرين عشان الشوربه ما شاء الله جميله، فمش محتاجه احط حاجه اكتر من كده. بسم الله. وهعمل ايه يا جماعه، انا بصفر بس الحاجات دي، البصل والثوم. يعني انا بحب الخضار يبقى ني في ني، ما بحمرلوش حاجه او الكلام ده كله. يعني انا هنزل اهو بالبصله. تمام. وهنزل على طول بالصلصه. بسم الله. الصلصه بتاعتي اللي انا مفرزاها اهو. وهنزل عليهم بالشوربه علشان تفك بسهوله. هجيب الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا بحب اصفي الشوربه علشان البوكيه جرنيه اللي انا عاملاه فيها. لما قلت لكم ان انا دايما بسلقها، بحط معاها جزر وبحط معاها ساعات طماطم، بتبقى جميله جدا جدا. طبعا ورق اللورا وشويه قرفه وجوز الطيب وجبيبه صيني وفلفل اسمر. الشوربه اهي، شايفين جميله ازاي ورايقه، بسم الله ما شاء الله. هنزل بيها على طول. حلاوه الخضار يا جماعه بجد يكون ني في ني، ما تحمريش توم ولا بصل ولا الكلام ده كله، هيحمى على صدركم على الفاضي. تمام اهو. تمام كده. انا ضربه البصله بالثوم نص ضربه كده في الكبه. تمام كده. انا هستنى بقى، طبعا هبدا احط البيوري كمان الطماطم واسيبها مع بعضها كده ايه، تشقشق مع بعضها كده. هحط البيوري الطماطم كده بيعزز الطعم معايا برضو. معلقتين اهو. تمام كده اهو. واستنى عليها دلوقتي. مش هزود شوربه ولا هزود اي حاجه لحد بس ما الصلصه كمان معايا تفك، ونشوف هنزود معاها ايه. هنعوز صلصه او هنعوز بيوري طماطم ولا هنعوز شوربه كمان. تمام كده. لحد كده هطلع اللحمه اجهزها في طبق. هي بتفك هنحط بهاراتنا وحاجاتنا لحد ما تغلي كده علشان نظبطها ونشوف لو هنحتاج حاجه تانية. هحط شويه ملح. بسم الله. كزبره ناشفه. شويه كمون اهو. بدأت تغلي معانا اهي. شويه فلفل اسمر. وطبعا جوز الطيب بقى وكل الكلام ده محطوط في الشوربه، وهي اوريدي هتعمل بالشوربه، فانا مش هضيف اي اضافات تانية. طيب هي قربت تغلي اهو. هننزل بالخضار اول حاجه ونشوف هنحتاج بعد كده. تحفه يا جماعه، حكايه والله العظيم، جربوها. زي ما بقول لكم فص الثوم ده بيفرق بشكل مش طبيعي. بسم الله. هنزل. انا سلقه اللحمه فاوريدي مش محتاجه ان انا احطها هي الاول تعمل حاجه، فانا هحط كله مع بعضه. انا نزلت بالخضار اهو. بصوا الجمال. مش هتحتاج ان شاء الله اي حاجه. وادي اللحمه بتاعتي اهو سلقاها كويس. بسم الله. هنزل بيها كده. يا سلام على الجمال والله، ريحه تحفه يا جماعه بالشكل ده. لا لا ما شاء الله، مش هتحتاج اي حاجه، ولا هتحتاج صلصه ولا هتحتاج شوربه. ما شاء الله حلوه قوي كده. بنسيبها بقى تغلي وتاخد وتدي كده مع بعضها وتتكتك مع بعضها. وبس كده، سهله خالص ولذيذه. وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي لحد ما الصوص بتاعها يتقل كده وتاخد وتدي مع بعضها.
وعملت طبعا جنبها رز ابيض عادي. انا خلصت وغرفت، شايفين شويه البسله بقى، الصوص بقى عامل ازاي بشويه اللحمه، حاجه كده في منتهى الجمال. وصحتين وعافيه على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.